رب ابنك بقى قرفتونا يا جدع معاكم بسبب الدلع الفارغ، ان الاب يرى ولده مخطئا ولا يشد على يديه. يا عم رب ابنك، العيال دي منين؟ اين اباؤهم؟ اين امهاتهم؟ العيال اللي بتسوق التكاتك، اللي بيسب الدين للكبير ولا يحترم المرأة ولا الصغير، ده منين ده؟ ألم يخرج من بيوتنا نحن؟ أنا الآن أعتب عليك وأعتب على نفسي أيضا. العيل اللي بيقعد للساعة 12 والفجر بيشرب مخدرات، ده ابن مين؟ أين الآباء والأمهات؟ الأب يخرج في الصباح ليأتي بالمال، هو يطلع يجيب الفلوس عشان يطعم الأستاذ اللي نايم لغاية المغرب، ويجي يكلمه الست تقول له سيبه أصله تعبان. تعبان إيه؟ ربنا ياخده مطرح ما وقع. تعبان عمل إيه يعني؟ واحد سهران طول الليل ونايم طول النهار. كلام أكثر من رائع، ربنا يبارك في هذا الشيخ الفاضل. فعلا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن أولادك، هتتسأل عليهم. ابنك وبنتك دول هتتسأل عليهم. أنا مش أنا عبارة عن اللي أنا عبارة عن مصرف اللي أنا أجيب لهم الفلوس خلاص. طالما جبت لهم الفلوس بقى ما اهتمش بابني، ما اعرفش هو بيعمل إيه، ما اعرفش هو بينام إمتى، بيقوم إمتى، بيروح فين، بيسهر مع مين، بيروح مع مين. أنا برضو نفس النظام مع بنتي. اهم حاجه اصرف عليها. طب هي بتسهر مع مين؟ طب هي بتقعد على الموبايل بتكلم مين؟ طب هي بتقفل عليها الاوضه وتقعد لوحدها بتقعد مع مين وبتكلم مين؟ يا جماعه لازم نهتم باولادنا شويه، لازم نعرف ابننا بيعمل ايه وبنتنا بنعمل ايه. يا جماعه المجتمع والله في دمار، والبنات في دمار، والعلاقات المحرمه دمرت البيوت. الاب والام مش عارفين اي حاجه، وابنه ضايع وابنه اتدمر وبيزني ويعني بيعمل افعال الله المستعان. والبنت نفس النظام، بتكلم ولد وضايعه وبتروح تقابل شباب، والاب والام مش عارفين اي حاجه. لازم نراقب اولادنا ونفتش على اولادنا، لان دول هنتسال عليهم يا جماعه. احنا مش بنخلف وخلاص، مش بنخلف ونرمي زي ما بنقول، لا، انا خلفت ولد او خلفت بنت لازم اكون مسؤول عنه، لازم اشوف بيعمل ايه. الله يكرمكم ويبارك فيكم. الواحد يا جماعه بيشوف مشاكل ويشوف بلاوي، شباب ضايع وبنات ضايعه، والاب والام اهم حاجه ده نصرف. اكتر من كده ما بهتمش. لا، ستسأل عن ابنك وبنتك يوم القيامة. برضه البنتك اللي طالعه لابسه مش كويس هتتسأل عنها يوم القيامة، وانت هتتسأل عنها يوم القيامة. فالله يبارك فيكم ويكرمكم يا جماعة. نهتم بأولادنا، لأن ابنك أو بنتك لما تهتم بيه هو ده هيبقى الولد الصالح اللي يدعو لك يوم القيامة، أو يدعو لك وأنت ميت. تبقى ميت كده في قبرك وفي ابن صالح بيدعي لك. لكن لو مش مربي ابنك على التوحيد والصلاح والإيمان والتقوى والصلاة هيدعي لك ليه؟ هيفتكرك ليه؟ مش هيفتكرك. خلاص انت مت، خلاص بقى ابويا مات هارسه وخلاص، او امي ماتت وارثه، ولا اي حاجه، ولا هيدعي لك ولا يفتكرك باي حاجه. لكن لما تربي ابنك على الصلاح وعلى التقوى وعلى الايمان، وبنتك هكذا، لما تموت النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت بينفعه 3 حاجات، منهم يا جماعه ولد صالح يدعو له. ربنا يبارك فيكم ويصلح حالنا ويصلح ابنائنا وبناتنا. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.